5 مميزات مش هتلاقيهم في النسخة المجانية من شات جي بي تي، واخر ميزة مش هتصدقها. اول ميزة هي ان العقل اللي بيعالج طلبك نفسه مختلف. النسخة المدفوعة شغالة على جي بي تي 4 ودي ادق في الفهم والتحليل، وكمان اسرع بشكل ملحوظ، وبتقدر تتعامل مع ملفات معقدة ومعلومات اعمق مقارنة بجي بي تي 3.5 المجاني. وحتى لو عندك فرصة تجربها فهي فرصة محدودة جدا ومش هتساعدك لو بتشتغل. تاني ميزة وهو موديل سارة، وده بقى بتكتب فكرة او سكريبت فيه، هو موديل سارة بيحولها لفيديو واقعي بجودة عالية جدا، كأنك معاك فريق تصوير وانتاج، وبتطلع لك الفيديو في دقيقة واحدة. تالت ميزة وهي الكودكس. لو انت طالب برمجة او مبرمج ما ينفعش تكون مش بتستخدم التولز دي. هي مش بس بتساعدك تكتب الاكواد بشكل اسرع، لكن كمان بتشرح لك الاكواد المعقدة، بتحللك الاخطاء البرمجية بشكل ذكي، وبتقترح حلول مختلفة. رابع ميزة بتقدر تسرش في كل المواقع وبتجيب احدث المعلومات في لحظة، سواء بتعمل بحث او بتحلل سوق او محتاج بيانات حديثة لشغلك. وده مش متاح في النسخة المجانية اللي دايما بياناتها واقفة عند 2021. خامس واجمد ميزة من وجهة نظري هي الاي بي ايز. دي ميزة بتخليك تربط اي برنامج او موقع بشات جي بي تي ويستخدمه كأنه جزء منه. يعني مثلا لو عندك تطبيق خدمة عملاء يقدر يرد على الأسئلة بشكل ذكي ولحظي، لو عندك موقع يقدر يكتب له محتوى أو يحلل بيانات أو حتى يساعد في اتخاذ قرارات بشكل اوتوماتيك. فما ينفعش تكون في 2025 وما يكونش عندك النسخة المدفوعة. بس أنا لسه ما خلصتش، اعمل فولو واستنى الفيديو الجاي هقولك ازاي يكون عندك اكاونت مدفوع من غير ما تحتاج تدفع بالدولار ومن غير حتى ما يكون عندك حساب بنك. او ممكن تبعت لنا رسالة او تسيب لنا كومنت وهنبعت لك كل التفاصيل والاسعار.